ازيكم كلكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اهلا بيكم في قناة بيت مارو. يا ريت تعملوا لايك وتشاركوا الفيديو ده مع اصحابكم، وما تنسوش تشرفوني على صفحاتي على السوشيال ميديا، بحط لينكاتهم دايما تحت الفيديو في صندوق الوصف. وما تنسوش تاخدوا لفة في القناة، عندي اكتر من 420 وصفة على القناة تعجبكم جدا جدا. يلا بقى بينا نبتدي فيديو النهارده هنعمل مع بعض كيكة بالموز، كيكة شوكولاتة بالموز، وينفع كمان تبقى نزينها بأي حاجة وتبقى تورتة صغيرة لعيد ميلاد. تمام، يلا بينا نبتدي مع بعض الطريقة. أنا هشتغل بثلاث بيضات. تمام، ثلاث بيضات هحط عليهم كيس فانيليا، وهحط عليهم صابعين موز. تمام، الموز كيكة الشوكولاتة بالموز دي تحفة، أنا جربتها عجبتني جدا جدا. أنا جه في بالي كده موز، عندي موز وعندي شوكولاتة وعندي دقيق وكيكة، فعايزة أعمل كيكة بقى إيه لذيذة كده. تمام، وكلها فوايد. فقلت تعالى نعمل بقى كيكة الشوكولاتة بالموز دي، ومقاديرها سهلة وبسيطة. تمام، يبقى 3 بيضات، كيس فانيليا عليهم، وموزتين قطعتهم، وحطيت كوباية لبن كاملة، وكوبايه الا ربع زيت. على فكره الكوبايه اللي انا بشغله بيها الزيت دي كوبايه صغيره، عشان كده بقول لكم لو هتاخدوا الكوبايه الازازه العاديه تحطوا كوبايه الا ربع. تمام، هحط عليهم سنه خل وكوبايه سكر. ليه هحط سنه الخل؟ تمام، هحطها بعد ما اضرب علشان خاطر الموز بيسود الخليط سنه، فانا مش عايزه الخليط يسود معايا. كيكه شوكولاته بس برضو مش عايزه الخليط يسود معايا، فهحط سنه خل. بصوا انت اول ما تضربوا اساسا الخليط ده وتشموا ريحته حلوه قوي، الموز عطيه ريحه حلوه جدا. حطيت دلوقتي معلقه الخل وبكمل ضرب. تمام، خلصت كده هجيب الطبق بتاعي. تمام، عطيت له ضربه كده قبل ما اصب عشان احسن يكون اتكتل ولا حاجه بس. واجيب الطبق بتاعي وهبتدي اكب الخليط ده. لازم تكبوا الخليط السائل الاول في اي كيكه، في اي تورته، وتنزلوا بالخليط الصلب اللي هو الدقيق والبيكنج باودر. هعمل ايه؟ هحط كوبايتين دقيق. تمام، وهبتدي انخلهم. تمام، لازم في اي كيكه او اي تورته يا جماعه تنخلوا الدقيق. هحط دلوقتي كيس البيكنج باودر وهبتدي انخل برضو. تمام، هحط معلقتين ونص كبار كاكاو خام. كاكاو الخام غير الكاكاو العادي، شايفين كاكاو خام؟ دي منظر العلبة، حبيت اوريها لكم. تمام، مكتوب عليها كاكاو باودر كاكاو خام. الكاكاو الخام ده طعمه مر، لكن الكاكاو العادي اللي احنا بنشربه مثلا على اللبن والكلام ده كاكاو محلي بيبقى لونه فاتح. لو عملتيها هتلاقي الكيكه لونها فاتح جدا، لكن احنا عايزين نعملها كيكه زي اللي بنجيبها من بره وزي اللي بنشوفها كيكه غامقه. ده السر في الكاكاو البودر الخام. نخلت الكاكاو، ولازم الكاكاو يتنخل عشان بيبقى فيه تكتلات. وهبتدي بقى اجيب المضرب بتاعي وابتدي اقلب الكلام ده كله لحد ما يمتزج كله مع بعضه ويديني قوام الكيكه المعتاد. ولما تيجي تقلبه في اتجاه واحد، مش في عكس الاتجاه، يعني ما تقلبوش يمين وبعد كده شمال، هو اتجاه واحد، بندخل هوا للكيكه وما بنطلعوش تاني. تمام كده. بعد كده خلصت بقى ضرب قوام الكيكه. جبت الصينيه بتاعتي مدهونه زبده زي ما انتم شايفين، لازم تدهنوها زبده لو عايزين تقلبوها. انا هقلبها في حاجه تاني عشان كده دهنتها زبده. تمام، وابتدي انزل بالخليط بتاعي. شايفين سهله ازاي؟ وطعمها وهميه وهميه بجد. تمام، نزلت بقى بالخليط بتاعي. انا هكمل بالسباتشولا كده عشان انزل كل اللي في الطبق. وانا في الوقت ده انا فتحت الفرن على درجة حرارة 180 ومشغلة مروحة. لو ما عندكيش مروحة في الفرن مفيش مشاكل، شغلي الفرن. تمام، ولو الفرن بتاعك حامي قوي من تحت حاولي تحطي حاجة فيها مية من تحت عشان يوزع الحرارة. كده انا هدخلها الفرن. يلا بقى بينا مع بعض نعمل صوص الشوكولاتة اللي هنحطه من فوق. صوص الشوكولاتة ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن معلقتين لبن بودر، ومعلقتين كبار سكر، ومعلقتين كبار زيت او 3 معالق كبار زيت،
ونص كوباية لبن، وتضربوا الكلام ده كله في بعضه. وطبعا الكاكاو الخام يبقى معلقتين لبن بودر، معلقتين او 3 كبار زيت، ومعلقتين كبار سكر، ومعلقتين كبار كاكاو خام، ونص كوباية لبن. الكلام ده تضربوه كله. لو حسيتوا ان القوام خفيف زودوا كاكاو باودر، وكل ما تزودوا كاكاو باودر كاكاو خام زودوا سكر عشان الكاكاو الخام طعمه مر. بصوا بقى الاضافه الجميله بجد اللي بتدي للصوص ده طعم هي النسكافيه. حطي عندك اي نسكافيه، قهوه سريعه الذوبان. تمام، ده السكر. وهبتدي بقى اضرب الكلام ده كله في بعضه في الخلاط، وهشوف القوام. لقيته خفيف هزود كاكاو خام، لقيته تقيل ازود شوية لبن صغيرين، وهكذا لحد ما توصلوا القوام صوص شوكولاتة يكون كده ايه حلو. حطيت نص كوباية اللبن، وهبتدي اضرب الخليط ده. ألذ صوص شوكولاتة ممكن تاكلوه. لو عايزين بقى تزودوا طعمه حطوا معلقة نوتيلا، يا لهوي تحفة تحفة. وان شاء الله قريب قوي على القناه بعد كام يوم كده هعمل كيكه صيامي هتعجبكم قوي. هبتدي اضرب الكلام ده كله. تمام، انا حسيت لونه فاتح شويه وقوامه خفيف فزودت معلقه كاكاو خام، ظبط معايا. يلا بينا. بصوا بقى القوام، عايزاكم تشوفوا القوام. حطيته في كوبايه، بصوا القوام، شايفين اللون والقوام تحفه بجد، لذيذ جدا جدا. يلا بقى بينا مع بعض نحطه في التلاجة. هنحطه في التلاجة تمام لمدة ربع ساعة أو تلت ساعة لحد ما الكيكة تستوي. بعد كده الكيكة تطلع هريحها طبعا. دي الكيكة بعد ما ارتاحت من السخونة، لازم ترتاح من السخونة. هعمل ايه؟ هفرغها دلوقتي من الصينية بالطريقة دي، وهبتدي اقلبها في طبق علشان خاطر آه طبق يكون اكبر منها، عشان خاطر هنكب الصوص فمش عايزه الصوص يطلع بره. وبعد كده نحطها في طبق شيك للتقديم. شايفين شكلها؟ شايفين قعرها مستوي ازاي، ولا محروق ولا اي حاجه؟ بجد تحفه، وطعمها اوريكم كمان من جوه تحفه. بصوا بقى ابتدي اكب صوص الشوكولاته. يا لهوي في اللحظه دي انا خلاص رحت. صوص الشوكولاته ده رهيب رهيب مع الكيكه، تحفه تحفه بجد. لو عندك عيد ميلاد ابنك بنتك اعملي لهم بجد، دي هتعجبهم قوي. بصوا بقى هنزينها باي حاجه. انا عندي موز وعندي فراوله، هزينها بموز وفراوله بابسط طريقه للتزيين، من غير كريم شانتيه من غير اي حاجه. قطعت الموزيه كده سلايسات، وهبتدي احطها كده على الحرف تبقى زي الهلال. تمام، تدوسوا على الموزه كده علشان خاطر تثبت مكانها. بصوا اعملها على شكل هلال. وبعد كده هقطع فراولة وهقطعها كمان دلوقتي. هتشوفوا في اخر الفيديو وانا بقطع الكيكة دي، وتشوفوها من جوه هشة ازاي ومرتفعة ازاي. وبجد طعمها طلع رهيب. اساسا هي يعني اتاكلت في نفس اليوم. انا من عشاق الكيكات، كيكة الشوكولاتة يعني بحبها جدا، وانا بعملها حلو بتطلع حلوة قوي. يا ريت تجربوها وتبعتوا لي صور تطبيقاتكم على صفحتي على الفيسبوك بنفس اسم القناة بيت مور ومرزهم. هبتدي دلوقتي اقطع. بصوا بقى بنقطع الفراولة ازاي للتزيين، ما بنقطعهاش للاخر، بنقطعها كده قبل الاخر. تمام، بس وتفردوها بالمنظر ده. بس كده، شايفين سهلة ازاي؟ هقطع 2 تاني. تمام، بصوا. وما تقطعوش الحته الخضرا دي، ما تحشوهاش، بتدي لون حلو قوي مع الشوكولاته الاخضر. او لو عايزين تقطعوها وتحطوا حته نعناع كده تمام، بتدي الشكل جميل. اللون الاخضر بيدي شكل جميل. شايفين؟ تحفه. بأبسط الامكانيات واسهل الامكانيات عملنا اهو تورته صغيره لاي عيد ميلاد. تمام، لو عامله عيد ميلاد في البيت مثلا، انتي مثلا وابنك وبنتك وجوزك بس، تقدري تعمليها حلوه قوي. يلا بقى بينا نقطعها مع بعض وتشوفوا
من جوه شكلها ازاي. بصوا اولا شكلها تحفة، لذيذة جدا جدا جدا. وصوص الشوكولاتة ده يا جماعة رهيب رهيب. حطيتها بقى في طبق كده، بصوا تحفة تحفة فنية وبأبسط الإمكانيات. ولو انت ما تعرفيش تعملي كيكات أو تورت هتعمليها بأبسط طريقة. بصوا بقى من جوه، هفرجكم. هطلع لكم دلوقتي قطعة. انبهروا يا جماعة، انبهروا معايا، تحفة. شايفين؟ واو، بجد حلوة قوي، جربوها هتعجبكم قوي. واشوفكم في فيديو جديد، مع ألف سلامة.